السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة هدى سويت. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات. قبل اي حاجة وقبل ما نعمل اي حاجة يا حبيبة قلبي، انزلي صلي على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام، وحطي لي اللايك. اول حاجة احب اشكركم جدا 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 على التفاعل على الفيديو اللي فات، وبسم الله ما شاء الله عليكم، ربنا يخليكم ليا، كومنتاتكم كلها زي العسل. ربنا يخليكم عقبال ما تفرحوا باولادكم يا رب. اول حاجة معانا تورتة مقاس 21، عملناها ب 350 جرام دي سبونج، 4 بيضات، تلت كوباية مية، معلقة صغيرة محسن جل، وضربناهم في العجان لحد ما ادانا قوام زي قوام الكريم شانتيه. وبعد كده قسمنا المقدار بالنص، زي ما انتوا شايفين كده، حطينا على نص ونص معلقة كاكاو، بس نخلناه عشان الكاكاو بيكتل، وحطيناه في الفرن. قعدت حوالي يعني 35 دقيقة، ازيد شوية اقل شوية حسب الفرن بتاعك. طبعا احنا حطينا صوصات في التورته دي من جوه، عشان خاطر هي من بره مش هيتحط عليها صوصات. التورته دي انا كنت عملتها قبل كده، ونزلتها تقريبا على القناه برضو. شكلها بسم الله ما شاء الله، شكلها حلو قوي. وصاحبه التورته بعتت لي الصوره وطلبت نفس الشكل. بصراحه ما حد بيطلب مني نفس الشكل بيريحني جدا، غير بقى لما بيقول لي اعمليها على ذوقك. طبعا بقعد افكر كتير ويعني بيبقى الموضوع مرهق شويه. لكن بصراحة ببدع برضو، بحاول اعمل اشكال جديدة عشان خاطر اعمل لكم اشكال جديدة. لكن لما حد بيقول لي اعملي نفس الشكل والله بيريحني، بقوم عاملة نفس الشكل، وما بيبقاش فيه اي ارهاق يعني. فهي دي تورته بناتي برضو، شكلها حلو قوي، شكلها بسيط خالص، سهلة. يعني لو انت حتى ما عندكيش فكرة عن التزيين وما بتعرفيش تمسكي اللي هو البتاع ما بتعرفيش تزيني يعني بالتب، هي ما فيهاش اي حاجة خالص وسهلة خالص. انت ممكن تعمليها اي ربة منزل يعني تعملها، وبرضه مش محتاجة ادوات. يعني انت ممكن تجلسي التورته بتاعتك، مش لازم خالص يكون عندك سباتولا والطقم ده طالما انت مش شغاله في المجال ده. لكن انت لو شغاله في المجال لازم يا حبيبه قلبي بتجيبي الحاجات اللي احنا شغالين بيها دي. لكن لو مش شغاله بتمشي حالك باي حاجه. طبعا هنا انا كنت جلست التورته بتاعتي وحطيتها في التلاجة شويه. بس بعد كده انا كنت جبت قواعد، يعني انا كنت شغالة على القعدة الذهبي، وجبت قواعد بيضة، فحسيت طبعا ان هي هيبقى شكلها حلو كتير على القعدة البيضة. حتى ملاحظين بسم الله ما شاء الله التورتة نورت لما اتحطت على القعدة البيضة. وهي التورتة شكلها بصراحة حلو، فعايزة حاجة تنورها كده. جبت هنا الكريمة بتاعتي، خدت يعني حوالي معلقتين كريمة كده، وحطيت عليها لون احمر لحد ما ادانا الدرجة اللي احنا شايفينها دي، البنك دي. وحطيتها في الميكروويف حوالي مثلا 10 ثواني. ما تكتريش، احنا مش عايزينها تسيل عن كده، يعني احنا عايزينها القوام اللي انتوا شايفينه ده، عشان تنزل لنا الروزيتات اللي زي العسل دي. عشان خاطر انت لو خليتيها يسيل عن كده مش هتعرفي تتحكمي في الروزيتات. وبعد كده عملنا روزيتات زي ما انتوا شايفين، وحطينا برضو كريمة من فوق، وهنحطها في التلاجة شوية، يعني تقعد لها حوالي ساعتين كده في التلاجة. وبعد كده جبت التب اللي هو بتاع الكتابة ده، وحطيته في كيس من اكياس السبوع، وحطيت كريمه بيضه وعملت خطوط زي ما انتوا شايفين كده. قلت لكم التورته سهله جدا جدا، وما فيهاش اي فكره يعني، ما فيهاش اي حرفيه في التزيين، سهل قوي ان اي حد يعملها. وعملنا الخطوط كده زي ما انتوا شايفين، شكلها رقيقة رقيقة قوي. وبعدين انا كنت محتارة بصراحة احط ايه هنا في الحتة اللي هي بين الخطوط دي، فرحت جايبة فراشة ورحت حطاها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. الفراشة اهي لونها بينك، ادت شكل تحفة للتورتة بتاعتي. وحبيت اضيف هنا برضو شوية لمسات كده، انا كنت عملتها قبل كده وما كنتش حطيت الفراشات دي، فرحت عملتها وحطيت فراشات كده زي ما انتوا شايفين. نطقت التورته وخلت شكلها حلو قوي، والحمد لله عجبت صاحبتها جدا. وكده خلاص خلصت التورته بتاعتي. قولوا لي رايكم يا حبايب قلبي في الكومنتات. احط كده شويه سبرينكل اللي هو عاملاه هنا بالدست اللؤلؤي، رشيته كده على التورته من فوق، بيديها ضي كده وبيخلي شكلها حلو.
ودي كده تبقى اول تورته معانا، خلصناها. هنشوف كده هنعمل ايه تاني. هنجيب بقى دي تاني تورته معانا. التورته دي مقاس 25. دي يا حبايب قلبي انا طلعتها ب350 جنيه، واللي قبلها ب250 جنيه. اللي قبلها كانت مقاس 21، ودي طلعتها دي مقاس 25 طلعتها ب350 جنيه. 3 طبقات. التورته دي كانت عاملاها بنوته لباباها ومامتها، كانوا جايين من العمره. يا رب ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب، يكتب لنا كده زياره بيت الحرام وزياره المسجد النبوي، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا كنت جبت الصور من على بنترست وبعتها للمكتبة اللي هي بتعمل الصور. الشيت بيبقى ب25 جنيه او 20 حسب طبعا المنطقة بتاعتك. زي ما انتوا شايفين كده انا قصيت الصور واخترت الصورة اللي هي فيها راجل وست، دي عشان خاطر هما اللي كانوا بيعملوا العمرة. كان واحد ومراته، ربنا يتقبل منهم وعقبالنا جميعا يا رب. كانت رقيقة قوي قوي وكان شكلها جميل. ما حبيتش احط فيها اي الوان، يعني كنت عايزة اعملها باللون الايفوري مثلا، او اغير الوان، بس بصراحة حبيتها قوي كده بيضة، كان شكلها تحفة قوي قوي قوي، ومرضتش احط اي الوان تانية. وكان في كلمة اللي هي العمرة المقبولة اللي انتوا شايفينها دي، قصيتها وحطيتها. ايه رأيكم يا حبايب قلبي في التورته؟ قوليلي كده رأيكم في الكومنتات. شكلها رقيق وشكلها جميل. وحطيت برضو شوية سبرينكل كده، عملته بالدست اللؤلؤي. طبعا التورت اللي بيبقى فيها طبارات دي بتبقى سهلة خالص، ما بتبقاش فيها اي حاجة. انت بس بتقصي الطبارات، انت بتجهزي حاجتك يعني قبلها بيوم مثلا، تقصي الطبارات وتعملي السبونشات. تاني يوم بتقومي تزيني وتحطي الطبارات زي ما انت شايفه كده. بس اهم حاجه التورت اللي عليها طبارات زي كده بتقومي حاشياها صوصات من جوه. حطي بقى الصوصات اللي عندك او الصوصات اللي طالبها الزبون. كده بعد ما خلصناها لازم كده كل تورته اخلصها احب اعمل لها سيشن كده. شكلها بجد كان حلو قوي، الحمد لله عجبت البنوته جدا جدا وبقت فرحانه قوي. وانا كنت فرحانه قوي قوي ان هي فرحانه ان هي هتفاجئ باباها ومامتها لما يجوا من العمره، وتحط لهم كده التورته على السفره وتفرحهم. ربنا يفرحكم بولادكم كلكم يا رب. دي كده كانت اخر تورته معانا. معلش سامحوني لو الفيديو طول عليكم، بس زي ما انتوا شايفين كده كان عندنا شغل الحمد لله. ربنا ما يحرمنا من شغلنا ابدا يا رب، ويرزقنا جميعا. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين الاسبونش عالي. دي كانت في اكبر صينيه مستطيله. التورته دي في اكبر صينيه مستطيله. بنحط لها 750 جرام دقيق اسبونج، على 9 بيضات، على كوبايه الا ربع ميه، ومعلقه محسن جل كبيره، وتضربيهم في العجان لحد ما يديكي قوام زي قوام الكريم شانتيه. وبرده بتقسمي الكميه زي ما احنا شايفين، بتحطي نص الكميه وتحاولي تجيبيها كده في جنب الصينيه على شكل مثلث كده. وبعد كده بقيه الكميه التانية بتحطي عليها معلقتين كاكاو وتحطيها في الفرن، وبتقعد حوالي ساعة ساعة الا، برضو حسب الفرن بتاعك. اهم حاجة الصواني ما بتحبش النار تبقى عالية، يعني السجان ممكن تعلي النار شوية، لكن الصواني ما بتحبش النار تبقى عالية، بتخليها على 180 عادي خالص كأنك بتسوي كيكة عادية. وطبعا طالما هتشغلي الفرن يا حبيبة قلبي، انت مش هتضربي صينيه وتحطيها في الفرن وخلاص، لا انت اعملي بقى كذا صينيه وحطيهم مع بعض، عشان خاطر كده كده الغاز شغال والفرن شغال. يبقى تعملي كذا صينيه وتحطيها، ده لو بيطلب منك اوردرات. ما بيطلبش خلاص هتعملي الصينيه بتاعتك وتحطيها وخلاص. التورته دي بتاخد لها حوالي كوبايتين كريمه، عشان احنا في الصيف، انما في الشتاء بتاخد اقل من كده. الحمد لله اهو الصيف بيمشي والجو ابتدى يتعدل شويه. كلنا طبعا ان الواحد من ساعه ما اشتغل الشغل ده وهو حب الشتاء. انا طول عمري بحب الصيف عشان بنخرج وبنتفسح.
لكن الشغل بتاعنا ده بصراحة مش بتاع صيف خالص، متعب قوي في الصيف، انما في الشتاء بسم الله ما شاء الله بيبقى جميل. هنا بعد ما خلصنا حطينا الثلاث طبقات، بساوي بقى الطبقات بتاعتي عشان خاطر ما تغلبنيش في التجليس وما تاخدش كريمة كتير. التورته دي برضو كانت واحده مختاراها، بس مش من يعني مش من الشغل بتاعي. جابت لي الصوره وبعتتها لي وقالت لي انا عايزه نفس الصوره دي. وبرضو كانت نيتها بسم الله ما شاء الله، كانت نيتها حلوه، التورته طلعت تحفه. دلوقتي كلكم هتشوفوا شكلها. بحب قوي التورت اللي فيها لعب بالالوان، انا بحب اقعد العب كده بالالوان واقعد ازين. بحس كده ان يعني التورت دي الواحد بيطلع فيها كده كل طاقته، اكتر من التورت العاديه بصراحه. بس طبعا كله على حسب طلب الزبون، زي ما الزبون بيطلب زي ما احنا بنعمل. احنا هنجلسها الاول تجليسه كده بالكريمه البيضه، ونحطها في التلاجة عبال ما نجهز الكريمه بتاعتنا. هنعملها بالكريمه البينك، واحده واحده كده بالسكرابر بتاعك. انا هنا تقريبا بعد ما عملت بالسكرابر المشرشر، انا هعيد تاني عليه بالسكرابر العادي لان محتاجاها ما تبقاش مشرشره. معرفش هتيجي ولا لا. عيدي عليها مرة واتنين وتلاتة. لو حسيت ان في حتة محتاجة كريمة حط لها حتة فيها كريمة زيادة بتعمليها. وتظبطي التورته بتاعتك من فوق، بتجيبي كده من بره لجوه بالاسباتولا الصغيرة كده او باي اداة تحبي تشتغلي بيها. وبعد كده تظبطي التورته من النص. زي ما قلت لكم بسخن الاسباتولا بتاعتي اللي هي السودا الطويلة دي، وبقوم ماشية عليها التورته على التورته من فوق، بتسويها وبتلمعها وبتخلي شكلها حلو زي ما انتوا شايفين كده. ونمسح القاعدة بتاعتنا ونحط التورته بتاعتنا في التلاجة. طبعا انا بخلص ده الصبح اول حاجة بعملها. وبعد كده لو وراكي اي حاجة اعمليها، وبعد كده اشتغلي في التزيين. التزيين ما بياخدش وقت خالص، اهم حاجة هي مرحلة التجليس وتحطي الحاجة في التلاجة، والتزيين ما بياخدش معاكي وقت. هنا انا عملت كريمة بينكي زي ما انتوا شايفين، برضه ما كترتش، ما عملتش كريمة كتير عشان احنا مجلسينها كويس. طالما انت مجلسة التورته بتاعتك كويس ما بتاخدش كريمة كتير. كده بعد ما سويت من فوق، طبعا هسوي تاني. هي كانت التورته اللي بعتها لي معموله من الجوانب روزتات كده فوق بعض. دلوقتي هنشوف روزتات كده فوق بعض، مش يعني هو فيها كده شغل في الجناب، بس هي بصراحه كان شكلها حلو. هي مشكلتها بصراحه انها خدت كميه كريمه كتير قوي غير ما انا يعني كنت عامله حسابي، بس انا حبيت اعملها عشان خاطر يبقى شكل جديد انا اعمله وانزله على الجروب. والحمد لله عجبت ناس كتير زي ما انتوا شايفين كده، بتبقى روزتات كده فوق بعض فوق بعض فوق بعض. دلوقتي اما الف التورته هتشوفوا شكلها حلو بصراحه زي ما قلت لكم، بس هي مشكلتها انها خدت كريمه كتير. هنعمل جوانب التورته كلها بالشكل ده زي التورته اللي هي كانت بعتها لي. ومن فوق هختار جنبين من التورته واعمل كريمه موف. انا بصراحه جبت الكريمه اللي انا عاملاها اللي هي البينك دي، طبعا انا كنت عامله كميه كريمه حبه صغيرين. بعد كده زودت تاني عشان خاطر اعمل جوانب التورته كلها، وخدت من نفس الكريمه البينك دي وحطيت عليها نقطه ازرق كده لحد ما اداني اللون الموف ده زي التورته اللي هي كانت بعتها لي. واخترت كده ركنين من التورته وعملت فيهم الوردات الموف دي. بصراحة شكلها كان حلو قوي، احلى كمان من التصوير. ادي جنب، وهاخد بقى الجنب اللي قصاده وهكتب كده في نص التورته بتاعتي هابي بيرث داي واسم صاحبة التورته. المولد اللي هو اللي فيه الحروف السمول، المولد ده حلو قوي وبيدي شياكة كده للشغل بتاعنا. الحروف السمول كنت عملت بيه قبل كده وكان عجب ناس كتير. المولد اللي انتوا شايفينه ده
عادي خالص. وانا بطلع الحرف من المولد زي ما انتم شايفين كده اتكسر. مفيش اي مشكله يا حبيبه قلبي، حطيه كده وحطيه جنب بعضه عادي خالص، مش هيبان والدنيا هتمشي يعني. طبعا انا هنا اختصرت هابي بيرث داي لان المولد ده الحروف بتاعته كبيره شويه فهتاخد مكان، فاختصرت كتبت هابي بيرث داي وكتبت اسم صاحبه التورته تحت. التورته تحفه بجد والله. اكتبوا لي رايكم كده في الكومنتات. انا يعني تحس ان التورته دي شبه التورت بتاع الاجانب، شكلهم شويه. وبعد كده حسيت انها ناقصها حاجه، فما كنتش عارفه احط ايه. رحت يعني قلت ايه احط فراشات. اخترت الفراشات اللي هي اللون الفوشيا دي، فراشات صغننه كده وحطيتها جنب التورته. يعني نطقت التورته جدا وخلت شكلها حلو قوي. وجبت شويه سبرينكل اللي هو اللي عملته بالدست اللؤلؤي، وشويه كريسبي برضو حطيته على الوردات. بجد قولي لي ايه رايكم في الكومنتات، التورته تحفه بجد. كده خلصت التورته بتاعتنا والفيديو بتاعنا خلص. كان كل اوردر بقى اتسلم لوحده عشان كده ما صورتهمش مع بعض. قولي لي رايكم يا حبايب قلبي في الكومنتات في اوردراتنا النهارده. بتوحشوني من فيديو لفيديو، سامحوني على التأخير، وإن شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو جديد. مع ألف سلامة.